مساء الأكشن يا أبطال، إيه الأخبار؟ يلا بينا. بتبدأ القصة النهاردة في مدرسة عادية في باريس. بنتعرف على شاب اسمه سيد، وبيكون معاه صاحبه بيير اللي بيقفشه وهو بيراقب مجموعة من البنات. وبنفهم إن سيد معجب بواحدة منهم، واللي هي عندي البنت الجديدة معاهم في الفصل، وبيبقى عايز يبهر البنت دي جدا. فسيد بيحاول يعمل الحركة بتاعته بلوحة التزلج، ومع إنه بيعمل الحركة صح وبينط في الوقت المناسب، بس هو برضه بيخبط في مقلب الزبالة. وأندي بتلاقي إن الموقف مسلي، فبتروح ترجع للولد لوح التزلج بتاعه. فسيد يقف ويعرض عليها إنه ياخده يفرجها على البلد، والبنت بتتحمس جدا وبتوافق، وبتسأل سيد على رقم موبايله، ولكنه مش بيكون معاه موبايل. وقبل ما يقول لها كده، بيير بيتدخل ويقاطعهم، وبيساعد صاحبه، وبيشرح لها إنه اضطر يلغي رقمه القديم بسبب علاقة قديمة. وبعدها أندي بتضطر تسيبهم وتمشي، وبتقول لسيد يبقى يكلمها لما يجيب موبايل جديد. وبعد كده سيد بيرجع البيت وبيتكلم مع مامته، وبيقول لها إنه محتاج مساعدتها ومحتاج يشتري حاجة مهمة جدا. ومع إنها بتستغرب من الطلب الغريب ده، بس هي بتديله الفلوس، وبيقول لها إن دول كل اللي معاها دلوقتي. وبالليل سيد بيوصل للشغل بتاعه، وهناك المدير بيزعق ليه علشان اتأخر، وسيد بيكون عايز يتجنب المواجهة وبيعتذر عن اللي حصل. وبيسأل المدير بتاعه إذا كان يقدر يديله جزء من المرتب بتاعه، لأنه محتاج الفلوس دي لحاجة ضرورية جدا. بس المدير مش بيهتم أبدا، وبيديله فلوس مزيفة ويتريق على رد فعله. وتاني يوم سيد بيروح محل قديم وبيسألهم إذا كان عندهم موبايلات رخيصة للبيع، وهناك البياع بيوريله اختيارات كتيرة، ولكن سيد بيقوله إنه معاه 30 يورو بس. ورغم كده البياع بيفتكر إن عندهم جهاز فعلا بقاله فترة عندهم، وبيقرر يروح يجيبهوله. وأول ما سيد بيشوف الموبايل والتغليف بتاعه بيتحمس جدا، والبياع بيبدأ يقوله على مميزات الموبايل. وغير كده كمان الراجل بيقوله إن رغم إن السعر الأصلي للموبايل ده 500 يورو، ولكن هيقبل بال30 يورو بتوعه. وسيد أول ما بيسمع ده ما بيفكرش كتير، وبيقرر على طول إنه يشتريه. بس لما سيد بيمسك الموبايل بيلاحظ إن الجهاز مش شغال، والبياع بيحس إن الموضوع مسلي جدا، وبيقوله إنه عارف إنه مش شغال، ولكن يقدر يستخدمه كجهاز يعني يتباهى بيه. ولما سيد بيمسك الموبايل بيلاقيه بيرن فجأة وبيتصدم. ولما البياع بيكتشف إن الموبايل لسه شغال بيحاول ياخده من الولد، بس سيد بيكون أسرع منه وبيهرب من المحل. وبعد شوية سيد بيقابل بيير في المدرسة، وبعد ما بيشوف أندي بيروح ماسك موبايله وماشي ناحيتها، وهو واثق إنه المرة دي هيعرف ياخد رقم موبايلها. وبعدها الولد بيقرب منهم ويقول لها إنه جاب موبايل جديد علشان يعرفوا يتكلموا مع بعض. بس البنات لما بيلاقوا الموبايل شكله غريب بيتريقوا عليه، وبياخدوا أندي وبيمشوا، وبيتركوا بيير عايز يواسي صاحبه، وبيشرح له إن البنات دول أساسا نكرة وعبارة عن شوية كلاب فلوس بس مش أكتر. وبعد كده الشباب يروحوا الفصل علشان يحضروا حصتهم، وهم في المعمل فيرجيل والمجموعة المتنمرة اللي معاه بيبدأوا يتريقوا على سيد وصاحبه، وبيعملوا كمان خناقة في وسط المعمل. والمدرسة بتظهر على طول علشان تلم المشكلة دي وبتبدأ تشرح، بس الشباب بيقعدوا يضايقوا في سيد طول الحصة، وأندي وأصحابها بيضحكوا على كل اللي بيحصل ده. وفي اللحظة دي الموبايل بيشتغل لوحده وبيبدأ يتصل برقم، وده بيخلي مارجت واحدة من صحاب أندي تجيلها مكالمة، والبنت بترد وهي مستغربة علشان تعرف مين ده، بس بتبدأ تسمع أصوات شيطانية جاية من الموبايل، واللي بتبدأ تتحكم في كل تصرفاتها، وتشغل النار في جهاز الغاز عند بينج، وتولع في شعر كليمنس يا صاحبتها. وأول ما أندي بتلاقي راس صاحبتها بتولع بتقعد تصرخ، وده بيخلي الفصل كله يتقلب، والطلبة بينطوا على صاحبتهم بالقماش علشان يطفوا الحريقة. والأستاذة بتقوم جايبة طفاية الحريق وبتطفي بيها النار. وبعد كده مدير المدرسة بيتكلم مع مارجت وبيكون معاه محقق، واللي بيكتشفوا إن الرقم اللي اتصل على موبايلها ده رقم خاص، وده بيأكد إن المعلومات بتاعة الرقم صعب إنهم يوصلوا لها. ولما بيلاقوا إن مفيش حاجة في إيديهم يقدروا يعملوها، الرجالة بيوقفوا التحقيق مؤقتا وبيخلوا الطلبة يمشوا. وتاني يوم سيد بيكون قاعد في أوضة وبيتكلم مع نفسه عن قد إيه هو بيحب أندي. وفي اللحظة دي الولد بيلاحظ إن موبايله فتح مكالمة فيديو كول مع أندي، وبيتوتر جدا لأنه ما يعرفش رقم البنت حتى، ومع إنها سمعت اللي كان بيقوله بس هي بتتعامل عادي جدا وبكل هدوء. وسيد بيقرر يعرض عليها إنهم يخرجوا سوا،
وبعدها الولد بيبدأ يحس إنه مكسوف أكتر وبينهي المكالمة وبيتفرج على الإمكانيات التانية اللي في الموبايل. وبكده سيد بيكتشف إن الموبايل اتصل بمجد اليوم اللي فات، وبيبدأ يفكر يا ترى ده بيحصل ليه. وبعد كده في وقت الحصة مارجت بتحاول تعتذر لصاحبتها عن اللي حصل، ولكن البنت بترفض تسامحها وبتفضل تطنشها. وبعدها سيد وبيير بيتكلموا عن المكالمات الغامضة، وفجأة المدرس بيضرب واحد من الشباب بالطباشير لأنه بيتضايق لما بيلاقيهم بيتكلموا وقت الشرح. وبعدها المدرس بيقول لسيد يجاوب على السؤال، وفي اللحظة دي الموبايل الشيطاني ده بيعرض ليه النتيجة على الشاشة، وسيد مش بيفكر مرتين وبيجاوب على السؤال. والمدرس بيكون مقتنع انه بص في موبايله علشان يغش، وعلشان كده بيقرر يرمي الموبايل من الشباك. واول ما الحصة بتخلص سيد بيروح يجيب الموبايل اللي اترمى، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان الموبايل مفيهوش ولا خدش. وبالليل نفس المدرس ده بيكون قاعد يصحح الامتحانات في الفصل، وفجأة بتجيله مكالمة من الموبايل الشيطاني ده واللي تخليه يدخل في حالة من التنويم المغناطيسي. وتاني يوم الصبح سيد بيصحى على شكل ثلاثي الأبعاد لتورتة عيد ميلاد طالعة من الموبايل، فبيتحمس قوي وبينفخ في التورتة علشان يطفي الشمع، وبيفرح جدا بالميزة اللي في موبايله دي. وشوية الولد بيروح يزور بيير في بيته، والاتنين بيروحوا المدرسة سوا، وهم ماشيين بيتناقشوا في القدرات الخاصة اللي موجودة في الموبايل الشيطاني ده، وبيقرر يطلب منه المساعدة وقت تعاملهم مع المدرس، وده لأنه مش عايز يقضي يوم عيد ميلاد سيد وهم محجوسين. وبعدها بثواني الموبايل بيتصل بسكرتيرة المدرسة، وبيستخدموا التكنولوجيا دي علشان يحولوا صوت سيد لصوت أستاذ مارسيل علشان يقولوا للسكرتيرة يغيروا أكل الكانتين ويختاروا أكل طعمه حلو. ولما سيد بيستوعب إن موبايله طلع عبارة عن أداة سحرية بيتحمس جدا وبيتمشى في البلد، وهم ماشيين بيعدوا من قدام وكالة سفر، وسيد بيبقى عنده فضول يعرف موبايله ده بيعمل إيه تاني، وبيروح محل ألواح التزلج علشان ينتقم من البياع اللي اتعامل معاهم وحش، وبيستخدم قوة الموبايل ده وبيخليه يقلد الحيوانات ويرمي نفسه على كل حاجة. وبعدها سيد وبيير بيخرجوا من المكان وهم شايلين أكياس كتير، وبيفهموا إنهم من هنا ورايح يقدروا يعملوا كل حاجة هم عايزينها. وفي نفس الوقت ده واحدة من عاملات النظافة اللي في المدرسة بتدخل أوضة المدرسين، وهناك بتلاقي المدرس قاعد على الأرض وفي طباشير كتير في بقه، فالست بتترعب وبتقعد تنادي على مارسيل، وفجأة بتلاقيه بينفخ طباشير كتير جدا من بقه، وساعتها بتترعب جدا لما بتشوف ده. وبالليل الشباب بيروحوا يسهروا في نادي ليلي وبيكملوا في خطط انتقامهم من كل اللي عاملهم وحش قبل كده. بس في اللحظة دي بيير بيطلب من صاحبه انه يسلفه الموبايل علشان هو محتاج مساعدة في حوار معاه في البيت، ولكن سيد مش بتعجبه الفكرة، بس مش بيحب يزعل صاحبه، ومهما بيحاول يدي للموبايل الموبايل مش بيشتغل مع بيير ابدا، فبيير بيتضايق وبيقوم رامي الموبايل في كوباية المية وبيمشي. وساعتها سيد بيتضايق، وتاني يوم الشباب بيتقابلوا من تاني وبيتصالحوا من بعد اللي حصل. بس مرة واحدة بيير بيلاحظ ان الولاد المتنمرين حطوا صورة مزيفة لأمه على الحيطة، وهو بيتعصب جدا وبيحاول يشيل الصورة دي قبل كل الناس ما تشوفها، وعلشان كده بيجري علشان يشيلها. ولما بيستوعبوا اللي لسه حاصل سيد بيتحرك وبيبدأ يواجه المجرمين دول بلوح التزلج ومعاه أندي. وفي نفس الوقت ده فيرجل قائد مجموعة الولاد المتنمرين دول بيمشي بعربيته علشان يمسك العصابة، وفي وقت المطاردة دي سيد وأندي بيبقوا هيتخبطوا من العربيات اللي في الشوارع، بس ده بيخلي العصابة تبعد عنهم، فبيقرروا يختصروا المسافة دي علشان يحصروا العصابة. وفيرجل بيقرب أكتر وأكتر علشان يمسكهم في عربيته، بس قبل ما يعمل كده واحد من الشباب بتجيله مكالمة على موبايل سيد بتخليه يحط إيده على الدركسيون علشان يخبطوا ويعملوا حادثة، وده بيخليهم يخبطوا في مبنى بيتبني وبيتغطوا بالأسمنت. وبعدها سيد وأندي بيقدروا يوصلوا للمجرمين، وبعد ما بيهزموهم البنت بتبدأ تضرب واحد فيهم، وهنا البوليس بيوصل أخيرا وبيحاول يلم الموضوع وبيجري عليهم علشان يوقف الخناقة دي. وسيد بيقول له ان الاتنين دول حرامية، وبعدها الرجالة بيحاولوا يهربوا وبيلاقوا الضباط بيطاردوهم، ورائد العصابة بيقرر يسيب الشباب اللي قدروا يرجعوا الجهاز بتاع أندي. وتاني يوم بيير بيحاول يقنع صاحبه انه يخلص من موبايله، وبيقول له ان الجهاز ده عمال يقضي ضحايا اكتر واكتر، بس سيد مش بيبقى مهتم بكل ده، وبيقرر يحتفظ بالموبايل التحفة ده، وبيتصل بمدرس التاريخ بتاعه وبيستخدم قوة الموبايل السحرية علشان ينيمه مغناطيسيا علشان يعني يعرف منه إجابات الامتحان، وده بيخلي طبعا بيير ينبهر. وهم ماشيين الشباب بيتمسكوا من فيرجل وشباب تانيين بعد ما سمعوهم، وبيكونوا عايزين يعرفوا إجابات أسئلة الامتحان اللي سيد عرفها من المدرس، وفيرجل بيجبره وبيتكلم، وكليمنسيا بتساعده وبتقول له إن عادي أندي يقول لها على الإجابات. وبعد كده الشباب بيمشوا، وبنشوف بعدها الطلبة وهم بيمتحنوا، وبناخد بالنا إن المدرس لابس لبس محرج بسبب التنويم المغناطيسي اللي سيد عمله عليه. وفي آخر اليوم سيد وأندي بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الجنينة وبيقربوا أكتر من بعض مع الوقت، وأندي بتتحمس جدا من قربهم من بعض وبتعرض عليه إنهم يروحوا يتفرجوا على فيلم سوا، وهو بيتبسط جدا فبيوافق على طول من غير تفكير كتير. وهو بيستعد للموعد ده بيقرر يشيل تقويم الأسنان علشان يحس بثقة أكبر في نفسه. وشوية بيير بيظهر في البيت عند صاحبه وبيفكروا إنهم كانوا متفقين يحضروا سوا حفلة فرقتهم المفضلة، بس سيد بيقول له إنه مش هيقدر يروح علشان عنده موعد مع أندي.
وبيير لما بيسمع ده بينهار وبيقول إنه ما بقاش عارف صاحبه لأنه عمره ما كان بيتعامل معاه بالطريقة دي. بس رغم كل الاتهامات دي ساد بيكون حازم في قراراته وبيقول له إنهم كانوا دايما مختلفين عن بعض، وبيرد عليه وبيقول له إن عيلته عندها مشاكل كتيرة زي أصحابه، وده واحد من الأسباب اللي كانت بتخليهم يدعموا بعض دايما في عز الصعوبات اللي بيواجهوها. وبعد كده الولد بيمشي، ومع إن ساد بيتضايق بسبب المشكلة اللي حصلت بينهم دي بس بيكمل استعداد للموعد بتاعه. وقبل ما يمشي بيروح يتكلم مع أمه واللي بتقوله إن جالها مكافأة من الشغل بسبب ولائها ومجهودها في الشغل. وساد بيتحمس جدا للخبر ده وبيودع أمه بعدها، وأمه بتتمنى إن ابنها يقضي وقت لطيف مع أندي وهو نازل على السلام. بيقابل الولد اللي مامته بتهتم بيه في وقت غياب أهله، ولما الولد بيمسك الجاكيت بتاعه وبيتحايل عليه إنه يلعب معاه، سيد بيزعق له علشان إيده فيها شوكولاتة وبيتعصب جدا وبيقول له يسيبه في حاله. وفي اللحظة دي أم سيد بتسأله إذا كان المدير بتاعه وافق على إنه ياخد أجازة ولا لأ، بس سيد بيقول لها إنه مش مهتم وإنه لو رفض فالأحسن إنه يختفي خالص. واللي مش واخد باله منه هو إن موبايله بيسمع الطلب ده. وبنشوف في الناحية التانية المدير وهو بتجيله مكالمة في المطعم، وأول ما بيرد على المكالمة الشيف بيدخل في حالة من التنويم المغناطيسي وبيروح المطبخ وبيحط على نفسه طبقات ومكونات كتيرة، وبعدها بيمشي ناحية الزيت السخن وبيحط فيه راسه، والكل لما بيشوفه ده بيصرخ من الرعب. وبعدها الراجل بيقع على الأرض وبيموت. وبعد كده سيد بيروح لبيت أندي وبيفرح جدا لما بيكتشف إن أندي تبقى بنت مايك بالت، وده واحد من أشهر الأشخاص اللي بيستخدموا ألواح التزلج في العالم. وبعدها سيد وأندي بيروحوا السينما بعربية سبور واللي سيد اشتراها بمساعدة موبايله. وهو ماشي بالعربية الشباب بيعدوا من جنب عربية فيرجال وبيكتشفوا إنها العربية اللي اتسرقت من باباه، وبعدها الشباب وبيقرروا يطردوا. وهم في السينما سيد وأندي بيبقوا قاعدين يتفرجوا على فيلم رعب، بس في اللحظة دي الولد بيستوعب إنه نسي موبايله في العربية، فبيجري على طول على العربية علشان يجيب الموبايل، ولكن بيتعرض للهجوم من فيرجال وأصحابه واللي بياخدوا العربية، وسيد بيتكتف وبيترمي على الأرض. وبعد شوية الولد بيرجع لأندي السينما وبيحكي لها كل اللي حصل، وبيعترف إنه كان بيحاول يبين إنه ولد غني ومعاه فلوس علشان يبهرها. بس أندي بتقوله إنها عمرها ما كانت مهتمة بالنوع ده من الحاجات، وبتوريله إنها لسه عايزة تكمل موعده معاه، وعلشان كده هم بيكملوا فرجة على الفيلم، وسيد بيحاول ما يقلقش بخصوص إنه لسه ما خدش موبايله. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف فيرجال والباقي وهم بيحتفلوا بالعربية اللي رجعوها. وفي اللحظة دي فرانكلين واحد من الشباب بيلاحظ إن سيد نسي موبايله اللي بيرن وقتها، فبيقرر يرد على المكالمة، ولكن ده بيعرض حياتهم كلهم للخطر. بس دي بتكون عبارة عن تنويم مغناطيسي علشان يتحكم في عقول الشباب، وعلى طول بيخليه ينط من العربية. وبكده فرانكلين بيقع في نص الطريق، وقبل ما يلحق يقوم علشان يمشي بيتخبط بالعربية وبيموت في لحظتها. ولما بنرجع لسيد وأندي بنشوفهم وهم خارجين من الفيلم بعد ما الفيلم بيخلص، بس قبل ما يمشوا بيلاقوا 2 ضباط بيقطعوهم وبياخدوهم على الاسم. ولما فيرجال بيرجع يقابل سيد وديفيد مرة تانية، واللي أول ما بيشوفوه بيتعصبوا جدا وبيتهموه إنه هو المسؤول عن كل العك اللي حصل ده، والبوليس بيحاول يلم الموضوع قبل ما يكبر، فبيقرروا يطلعوا الشباب المتنمرين دول، والضابط بيبدأ يستجوب أندي وسيد عن العربية المسروقة. وغير كده كمان الراجل بيسأله هو إزاي كان بيتحكم في كل الناس دي، بس قبل ما يسمع شهادته الضابط بتجيله مكالمة من الموبايل على التليفون اللي على المكتب عنده، ولما بيرد بيدخل في حالة من التنويم المغناطيسي زي الباقي، وبيقطع كمان ورقة تحقيق، وبعدها على طول بيخلي الشباب يمشوا. بعد كل اللي حصل وهم ماشيين ناحية الباب سيد بيسمع الضباط حواليهم وهم بيتكلموا عن الحادثة اللي حصلت في المطعم مع المدير بتاعه، ولما بيستوعب ان الموبايل قتل اشخاص كتير من الناس اللي في حياته بيبدأ يخاف وبيقرر يودع أندي، وبيحاول يحل المشكلة دي حالا، فبيجري في الشوارع وهو مرعوب وبيكون عايز يحط اي حد للفوضى دي، فبيحاول يدمر الموبايل ولكن مفيش اي حاجة بتشتغل معاه. وبعد كده بتجيله فكرة تانية وبيروح يرمي الموبايل في بير عمقه 160 متر. وتاني يوم أندي بتستنى لحد ما أهلها يمشوا ويطلعوا رحلتهم، وبتنزل البيدروم قابل صحابها علشان يحققوا في اللي بيحصل، وبيجمعوا كل المعلومات اللي عندهم، وبيستوعبوا إن الموبايل ممكن يكون بيعمل كل ده لوحده، وممكن يكون سيد مجرد سجين لقوته. وفي الناحية التانية سيد بتجيله زيارة من مجموعة من العمال واللي بيقولوا له إنهم لقيوا الموبايل بتاعه اللي ضاع منه امبارح، ومع إنه مش بيكون عايز الموبايل ده يفضل معاه من بعد ما دمر له حياته، ولكنه مش بيكون عايز برضه يعرض حياة الرجالة دول للخطر، فبياخد منهم الموبايل وبيمشي. وبعد شوية بير بيجي وسيد بيطمن لما بيلاقي صاحبه ما بقاش زعلان منه، لأنه بيستوعب إن الفاسد الحقيقي ورا كل اللي بيحصل ده هو الموبايل. وفي اللحظة دي الموبايل بيرن
والشباب بيحاولوا يدوروا على طريقة يدمروا بيها الموبايل ده، فبيقرروا يستعدوا علشان يردوا خلاص. وبعد كده السيد بيطلب من بير إنه يكسر الموبايل بالفازة لو بدأ يتصرف تصرفات غريبة، ومهما بيحاول يقنع الموبايل الشيطاني ده إنه ما بقاش عايز يعيش بالطريقة دي، ولكن الكيان الشرير اللي جوه الموبايل بيرفض يسيبه وبيقول له إنه هيحبه لو ما بقاش عنده حد يحبه. وبعد ما المكالمة بتنتهي سيد مش بيحس بأي فرق بيحصل، ولكن بير بيتوتر وبيضرب صاحبه واللي بيقع على الأرض. وفي نفس الوقت ده التليفون اللي في بيت أندي بيرن، وكليمنسيا هي اللي بترد عليه، وبعدها بتقع على الأرض فجأة، والكل بيتخضوا وبيجروا عليها، بس هي بتطلع عاملة فيهم مقلب مش أكتر، وبتقول لهم إن المكالمة جاية من أم صاحبتها وبتطلب منها إنها تشيل الحلة من على النار. وبعد شوية الشباب بيتجمعوا في المطبخ علشان يكملوا كلام، بس في اللحظة دي مارجوت بتجيلها مكالمة من أمها، ولكن المشكلة إنها بتبقى مكالمة مزيفة جاية من الموبايل الشيطاني. وبعد ما مارجوت بتدي موبايلها لفيرجال بتبدأ تطلع السكاكين من الأدراج وبتضرب على طول بيها نفسها، والمشهد ده بيخلي الكل يترعب. بس رغم الوجع مارجوت بتكمل ضرب في نفسها لحد ما بتقع على الأرض وبتموت قدام عيون صحابها. وبعدها على طول فيرجال بيقوم واخد الحلة اللي على النار وبيكبها على كليمنسيا، واللي بتتقتل بسبب درجة الحرارة العالية اللي بتحولها لتمثال من الريزن. وفي وسط كل ده ديفيد بيضرب فيرجال وهو مخضوض وبيفضل يضربه كتير لحد ما بيموت. وأندي بعد ما بتشوف المشهد المرعب ده بتتصدم على الآخر، وبعد كده موبايلها بيرن، بس قبل ما توصل له الكلب بتاعها بياخده وبيجري وبيتلبس هو كمان وبيحاول يهجم عليهم. ووقتها ديفيد بيحاول يدافع عن صاحبته فبيقرب من الكلب ولكن مش بيقدر يواجهه، وبعدها بتترعب وبتجري على الدور اللي فوق وبتستخبى هناك علشان تتجنب هجوم الكلب ده. وبعد شوية السيد وبير بيوصلوا عند بيتها، وهناك بتتعرض للهجوم من أمها والشباب علشان ينقذوها بيقوموا ضاربين الست بألواح التزلج بتاعتهم، وبعدها بيتحركوا ناحية أتقل جهاز عندهم في البيت علشان يحاولوا يكسروا بيه الموبايل. ووقتها الأولاد المتنمرين بيقطعوهم، فسيد بيحاول يواجههم هو على بال ما بير وأندي يخلصوا من الموبايل، ولكن أندي وبير بتواجههم مشكلة ومش بيعرفوا يشغلوا الجهاز، وهم بيحاولوا يخمنوا كلمة السر. سيد في الناحية التانية بيبقى بيواجه الشباب وبيحاول يحميهم قبل ما يأذوا نفسهم في نفس الوقت، وده بسبب إن الموبايل الشيطاني ده مأثر عليهم، وواحد منهم بيمسك منشار كهرباء علشان يهجم عليه. وبعد محاولات كتير الاتنين بيقدروا يشغلوا الجهاز، وفي وقت ما الموبايل بيبقى بيتكسر الولد اللي معاه المنشار الكهرباء بيحدفه على الجهاز واللي بيعطله، وبيمسك في الكهرباء اللي على الترابيزة، وده طبعا بيخليه يتكهرب ويموت فورا. ولما بيلاحظوا ان حتى بعد ما اتدغدغ هو لسه شغال، فعلشان كده الشباب بيجروا ناحية المدرسة وبيحاولوا يطلبوا مساعدة من المدرسة علشان يدمروا الموبايل بالمواد الكيميائية، ولكن الموبايل بيكون رجع زي ما كان وبيسيطر على المدير اللي بيجبر المدرسة انها ترد على المكالمة. فأندي بتتعصب وبتقوم ضربة المدير بلوح التزلج بتاعها، ولكن الوقت بيكون اتأخر والست بتضطر تبلع ازازة من ازايز المواد الكيميائية اللي في المعمل، وده بيخلي جسمها يتدمر. وبعدها الشباب بيلاقوا مجموعة ضخمة من الناس الملبوسة وهم جايين ناحيتهم وبيهربوا علشان يتجنبوا انهم يتقتلوا، بس المشكلة هي ان المدرسة بتتحاوط، والشباب بيقرروا يحبسوا نفسهم في المعمل وبيقرروا انهم يحاولوا يجمدوا الموبايل بالنيتروجين. وفي اللحظة دي المدير بيصحى وبيحاول يوقفهم، في وقت ما في قطيع من الشباب الملبوسين واقفين بره وبيكسروا الابواب والشبابيك، وساعتها الشباب بيقدروا يخترقوا المكان. وبرغم المجهود اللي أندي بتعمله علشان تحط الموبايل في النيتروجين، ولكن المدير بيوقفها وبيضحي بدراعه علشان يطلع الموبايل. وبعدها على طول كل الشباب الملبوسين دول بيهجموا على الطلبة، وفي وسط كل العك ده بير بيقدر انه يرجع الموبايل، وسيد بيحدف خزان النيتروجين لصاحبه، ولكن بير بيكون معاه موبايل جنب ودانه وبيسمع صوت الشيطان وهو بيحاول يتحكم فيه، بس رغم كده هو بيقاوم اللعنة وبيقدر يرمي الموبايل في الخزان علشان يتجمد. وبعد شوية الشباب بيصحوا وسط جبل من الأجسام الملبوسة دي، وسيد بيسأل بير هو ازاي قدر يعمل كده، والولد بيرد وبيقول انه كان لابس سدادة ودن. وبعد ما بيستوعبوا انهم قدروا يتغلبوا على اللعنة دي الشباب بيحضنوا بعض وهم متحمسين. يا أبطال، لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في القصة وإيه أكتر موقف عجبكم أو اتفاجئتوا بيه، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم علشان كل الناس تشوف المغامرة دي